الخير. اهلا وسهلا. مش دي برضه كوم النحل؟ يوم قصدي اقول يعني الواحد يروح لها ازاي؟ انا ناظر البوسطه جديد. اهلا وسهلا بالجودة. اهلا وسهلا. البلد هناك تحت التل. بيننا وبينها كتير؟ بسيطة. امشي يا ولد، امشي يا ولد، امشي امشي بقول لك. يلا 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 امشي امشي يا ولد امشي. تعالى هنا. بيت العمده فين؟ تبدأها بخشمك هناك. يلا امشي امشي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مش ده برضه بيت عبد السميع وهدان العمدة؟ ايوه. عايز اقابله. هو حضرة العمدة فين دلوقتي يا؟ هذا المعلم سلامة. طب ممكن حد يديله خبر؟ انا عباس حسين ناظر البوسطة. اهلا وسهلا، الحمد لله على السلامة. وجهة سوقي، بلغ حضرة العمدة اشارة بوصول حضرة الناظر. اتفضل استريح. اهلا وسهلا. تلقاك جاي من السفر وتعبان. يا محمد اعمل الشاي يا بنت. خلص يا ولدي خلينا نشحن. دي قطفة البرسيم يا سلامة. ايوه قفاصين بس. ابوك الله يرحمه ما كانش يشحن من قطفة البرسيم دي اقل من 10 اقفاص. النحل هيهج يا عمدة، هينزل غيطان ما يرجعش. حضرة العمدة خبر ايه؟ ناظر البوسطة الجديد وصل. معاك هنا يا ولد؟ لا في الدار ومع الشيخ الغفر. قاعد يا سلامة. لا عقوم معاك. يا كرام قوم النحل اتفتحت اليوم في سيوط المدرسة الأمريكانية للبنات مجانا، قراية وكتوبة وشغل إبرة وشغل مطبخ وعنجليز من أصلي. لازم عديد على السوق يشوف عم الله يقول ايه. يروح يقابل المستر كركر. وقف يا ولادي وقف. كلم حضرة العمدة.
جديدة فيها داخلية للبنات. مدرسة البنات يا اسيوط، والله عشنا وشفنا. وكيف هيدخلوها المدرسة دي يا ابوي؟ هتلاقي بنت عندها 16 سنة. صح؟ ايه تصوح يا خال؟ ان كانت تقرا وتكتب. هتقرا وتكتب زي يا ابوي. هتودي بنتك المدرسة يا سلامة يا راجل، بلاش مسخرة. بنتك بقت صبية دلوقتي. ايه؟ مشي حالك يا سيوطي واصعد في الوسعيات، واوعى تخش الزقانيق لحسن اقطع دابرك من الباب. حاضر يا عمدي. اعدامه في عنوان المدرسة والشروط. مجاول حاضر. على اخر الزمن يا سلامة هتمشي ورا البدع. يا راجل خليك بعقلك وخلي بنتك في دارها متصانة. وهيجرى لها ايه يا عمدي؟ الاعلام هيقول ان في اشراف واصل ورقابة محكمة وهتقعد مع بنات زيها. الزمن لفاف يا عمدي. اللي هيجي بكره مش بتاع النهارده. وانت عارف البير وغطاه. البنت هتتعلم لنفسها. يمكن تتجوز مستوظف ولا هتشتغل معلمه. هتساعد نفسها بجنسيان وخلاص. وعاوزها تشتغل كمان. ايوه كمان. انا مالي تعرف خلاص. هتيجي معايا نشوف النظر الجديد ولا ايه؟ لا عاود على عواضه وبعدين وانت لازم تعود عليا بعد الجاي عشان نتكلم. اهلا وسهلا اهلا وسهلا يا مرحبا. اهلا بيك يا عمده. جالنا جواب من جمعتين ان حضرتك مشرف وقعدنا نستنصر. اقعد يا شيخ الغفر. بس اتاخرت شويه في تنفيذ النقل لحد ما رتب اموري. وهو حضرتك متجوز؟ لا مش متجوز. اصل عندي والدتي واخواتي وابويا مش موجود. حضرتك عازب يعني؟ ايوه وهتسكن كيف يا ولدي؟ عدم المؤاخذة ما انا زي والدك برضه. زي الناس. هشوف لي شقه صغيره ولا اوضه اسكن فيها. هنا فيكم النحل يا ولا تلاقي. دي بلاد ارياف يا ابوي، واللي بيعزلوا بيت بيكون شويه طين يسكنهم. وكمان الاهالي هنا ما بيرضوش يسكنوا ناس عزاب. وبعدين هسكن ازاي امال؟ والله يعني ما فيش قدامك غير اسيوط. واروح واجي كل يوم؟ ايه؟ ساعتين بالقطر من هنا لهنا. ساعتين بالقطر و2 كيلو من هنا لغايه المحطه. ايه؟ رايح جاي كل يوم؟ إيه؟ مش ممكن، مستحيل. امال الجند الطيبه راح فين؟ هيبيت الليله حدا بهاني في بني حسين. ايه؟ اسمي ده الراجل بسطه مع المفاتيح والحمار عودة المكتب. هيبيت الليله حدا بهانه مرته الثانيه في بني حسين، وهيجي الصبح بمجيئة الله وهيسلمك كل حاجه. والله ما انا عارف يا عمر. قبل الشغل لازم اعرف هعيش ازاي واسكن فين. حكايه اسيوط دي مش ممكن. هون عليك يا راجل وما تتضايقش بسرعه كده. هنشوف لك سكنه وهنريحك اخر راحه. هلا يا عمده، ايه؟ دارك القديمه قبل البلد تنفعوا شيء؟ والله ماني كنت بفكر في كده. استنى لما حضرة الناظر يتعشى الاول وبعدين نبقى نقوم نشوف الدار، ولا اقول لك هم بينا يا فندم نتفرج على الدار قبل الشمس ما تنزل. نودي جميلة مدرسة في سيوط يا حليمة. ماليش جواها بعدك يا معلم. بس يعني هتروح الصبية سيوط وتعود كل يوم. هتقعد هناك واصل. كيف؟ وهتهمل اهلها وبيتها؟ وهتخافي ليه؟ دي مدرسة داخلية عاملينها رهبان ورهبان وهيكون عليها رقابة مشددة. وهتسافر متى؟ بكرة الصبح هسافر سيوط واخدها معاي. هسلمها بنفسي هناك. مش هسيبها في المدرسة إلا لما اتوكد صح انها هتكون في الامان. جميلة جميلة، الحقي الحق، هتروح سيوط، هتسافري بكرة سيوط، ابوكي جاي. اسيوط
هات لي العقد الجار من جود البقال يا شيخ الغفر. روح انت يا رب. اتفضل يا فندم، اتفضل. دي اصلها دار العمدة زمان قبل ما ياخذ العمودية ويبني الدار الجديدة. لكنها احسن دار هنا، مبنية بالطوب الاحمر. ما تقولش كده يا شيخ الغفر، ده فندي يضحك علينا. ودي جدياتي جنب بيوت مصر، لكن تفك عوزة والسلام. ما قلتليش يا فندم اسم حضرتك ايه؟ عباس حسين. اللي قول لي عباس يا فندم، هتجيب عفش معاك ولا هتكتفي بالموجود؟ ودي ايجارها كام بقى ان شاء الله؟ 4 ريال بس. خد العقد ملاح يا شيخ الغفر. دي اوضه مقفوله على شويه كراكيب ومفتاحها معايا، اظن مش هتعوزها. يعني هتعمل ايه بأوضتين؟ مبروك عليك. تيجي بقى تدفع الايجار على مهلك النهارده عينين، وان عوزت اي حاجه هاني خدام. فوتك بالعافيه. السلام عليكم. قلب عيدك يا مريم ومش ملموم على نفسي من خض، عشان اول مرة هتسافري وهتعيشي بعيد، لكن بكرة تزقططي وتبحبحي في مدرسة سيوف. يعني يا ما نفسي اسافر اي حتة بعيد عنكم المدعوجة دي. تاخدينيش معاك يا جميل؟ يا ريت يا مريم، انا خايفة اجاوب جا لوحدي. بك يا مريم، هتسيري هنا؟ فوتي قدامي نخبزلها فطرتين تاخدهم معاها. حاضر. يا ما انا خايفة عليكي من السفرية دي يا جميل. عقول ايه؟ عقلك في راسك وانت حرة بقى. حضرتك قالك عقلك ده حصل حاجة؟ هم كده الفلاحين بينتبهوا عليها عشان ماتت ولا لحقوش يذبحوها، خسارة شديدة، ولا يمكنش يذبحوها دلوقتي. حاكم اكل لحم الميت حرام. حرام ومش حرام، والله الفلاحين ما عاد بيهمهم، بكره تلاقيها متعلقة بتنبوع. لكن ده البلد كلها قدامك اهي، شايفاها وهي ميتة. اي والله، وحق دي النعمة زي ما بقول لحضرتك كده. يا ولد امشي من هنا، يا ولد امشي ورا.
اهلا وسهلا يا فندم. الحمد لله على السلامه. لا مؤاخذه اتاخرت عليه. الظاهر ان مراتك الجديدة مشوارها بعيد يا سمير. هما قالوا لك حاكم العمده كده ما تتبلش في خشم وفوله. مفاتيح المكتب تفضل معاك، ومن هنا ورايح تيجي البسطة في ميعادك. يا دي بقى يا فتاح يا عليم يا رزاق يا كريم. انت بتقول ايه؟ لا ما بقولش حاجه. ده يا سيدي وجاموسة كمان. يا حلاوة حلاوة، نهارنا فل. شوف عايزة ايه يا سيدي؟ ورقة بسطة ولا معاها جواب مسجل بعلم الوصول؟ انت بتتفرج عليا؟ امشي نجرح لها من الشباك ونبه على صاحبها ما يورينيش خليتها تاني، فاهم؟ وده ايه ده بقى يا سيدي كمان؟ لا دي شويه اخبار بسترزق منهم في وقت الفضل. وقت الفضل هو بقى اللي بينكم النحل وبني حسين، ولا اللي بين مراتك الاولانيه والثانيه؟ بذمتك يا شيخ ده مكتب بوسطه ده ولا زريب؟ انا راضي ذمتك. دي ما هو المكتب طول عمره كده، هو انا يعني اللي كنت عامله؟ لا يا شاطر، الحكومه هي اللي عاملاه، والحكومه عاملاك انت كمان عشان تاخد بالك منه وتكنسه، مش عشان تبيع فيه طماطم مفعصه يا بني ادم. ما تقولش بني ادم، حاكماني قريب العمده وما يصحش تتمقلق علي. ما شاء الله ما شاء الله، ده انت قريب العمده. طب يكون في معلومك يا قريب العمده اني هبعت فيك تقرير زي الزفت للعموم في مصر، وهطلب نقلك من هنا اذا ما كنتش هتشوف شغلك مظبوط. وبخلي العمده بتاعك ينفعك. اتفضل بقى يا قريب العمده، اكنس المكتب وشيل الزباله دي. بقالها قد ايه الجوابات دي مركونه يا سي سميط؟ ادي لها يجي شهر من ساعه ما قفشوا النظر اللي فات. حكيماني اللي وزيت عليه ووديته في داهيه. معايا 3 برايز عايز احطهم في دفتر يا فندي. دفتر قيد التوفير فين يا سي سميضة؟ اخدوه في التحقيق مع الاثباتات. افتح له دفتر الدين. حاكم النظر اللي فات كان افندي متنور زي حضرتك كتير، وكان كاره البلد علشان ضلمه ولا فيهاش ملاهي. ممكن تفوت بكره؟ وماله يا فندي؟ وبعدين بقى يسكر ويلعب جمار مع معوض افندي الصراف وعلي افندي ناظر الشوني، وبعدين بقى يختلس من فلوس التوفير. انت هتحكي لي حواديت ولا ايه؟ ما تشوف شغلك يا جدعان، مش عاوز اسمع حاجه عن مواضيع زي دي تاني. انا خارج اوزع جوابات العزة والكفور، عاوز ارجع الاقي المكتب ده ينفع لاعاد البني ادمين، فاهم؟ السلام عليكم. السلام عليكم. سلام. اديني تمن بسطرمه من فضلك. ما فيهاش. اديني علبه بلوبيف. لا الاقي عندك جبنه رومي؟ ما حدش ينقل الحاجات دي. ما تاخد سلامون زي عمرك لله. اهلا حضرة الناظر، ما بحبش السلام. مرة زمان كلت وجعتني بطني وقرفت. يبقى ما فيش قدامك غير ورقة لحمة يعملها لك الجزار.
تعال معي. مش كنت فين امال؟ في بيت العمدة القديم. خلي بالك منه، ده راجل دحلاب وبحره غويط. ربنا يستر بقى من البلد دي كلها. بقول ايه؟ معايا شوية جوابات لناس في عزب وكفور، تلاقيك عارف الحتة دي بحكم عملك. 3 سنين في الهم ده، لما خدت عليه وخد علي. ورهم تعال. العتام كان عديان، كان محمد، الحوادكة، درمكة، جحدة. شوف يا سيدي، تطلع من السكة دي طوالي تلاقي الكفور يمين وشمال، بين الكفر والكفر 2 كيلو بالكثير، وانتهى اللي حدفك كوم النحس دي. ترقية يا سيدي من كاتب توزيع بالعموم في مصر لناظر بسطة كوم النحس زي ما انت بتقول. The God. Jesus. The God. Jesus. To keep the lad under his eye. عايز ايه يا خليل؟ هروح زي الناس. ايه؟ هروح زي الناس. كل شويه زي الناس زي الناس. انت ايه؟ هنا سعد اهو. اقعد زيه. معلش يا مستر كارتر، اخر نوبة اخر نوبة. يلا روح. The lad arrested. عليك يا خليل، اجداد خدنا. جاني مرسال من خير هيقول انهم بخير وبيسلموا علينا. جيت ابلغك. تقوم تنط من على السور كده؟ حكيماني عارفاك وعارفه مكرك. مش دي برضه جميله اللي كانت معاك يا بيه؟ ايوه جميل، عايز منها ايه بقى؟ ولا حاجه، سلمي لي عليها جو. خير، تعالي بس. حاضر. انزل يا خليل لحسن خوجايه قالت تشوفك، وما تنساش ابعت لهم سلام مع المرسال. طب اني ماشي، سلمي لي عليها جو. حاضر. اللي كنت بتكلمي في الفسحة يا بنت يا سهير؟ ايوه اخويا خليل. انت فكرتيه مين؟ اني ما فكرتش، اني خفت وجريت. كان جاي يبلغني السلام من نخيلي. انت كل مرة تفوتي بعيدك ده مش تقفي تتكلمي معاها. هتكلم معاها اقول ايه؟ اني عارفه باجي اديكوا تتكلموا سوا. انا شايفاه حاطط عينه عليكي.
عم درويش، حماتك ما تحبكش. لا يمكن يا عمدة، شيل الكلام ده من مخك خالص. خليك مهاود يا عباس افندي، ناظر الزراعه هو موظف حكومه ومتغرب زيك برضه، والاوضه ملهاش عوزه عندك، وبدل الاوضه ما هي مقفوله على شويه الكراكيب يسكنها الراجل برضه، اهي تلمه. يعني تأجر البيت مرتين يا اخي، ده بعدك. انا جاي لك بالانسانيه يا عباس افندي، خليك مهاود وبلاش تنشف راسك معايا احسن لك. احسن يعني ايه يا عمدة؟ تهددني؟ لا ما بهددكش، بس اعمل حسابك ان كبير البلد واقدر انغص عيشتك فيها. كبير البلد؟ ها ايوه كبير البلد يا عباس افندي، كبير البلد. طيب يا ناظر الوسطى، اني وانت والزمن طويل، سوق يا ولد. يا باي، اعوذ بالله من دي بلد. ابن حلال، ما لقيتكش كنت ماشي، مالك؟ الراجل الدون عنده تكون النحس، عاوز يأجر البيت مرتين. حتة خرابة يأجرها لي ب4 ريال، فيها أوضة قافلها واخد مفاتيحها. جاي النهارده يستأذنني عشان يأجرها ناظر الزراعة. ما شفتش بجاحة أكتر من كده، والآخر يهددني ايه؟ ولما انت بالحالة دي بطلت تزورني ليه؟ ما هو مشوارك صعب، والسكة كلها تراب وبتبقى سودة بالليل. كفاية عليا مشاوير النهار. سعيدة عليكم. مرحبا يا عزيز افندي. اهلا عباس افندي. ازيك يا سمعة وفاتك؟ شوف يا اخويا الراجل بيسلم عليا كيه، ما توصي علينا يا عزيز افندي. حاضر يا عباس افندي، اتوصف فلتس افندي لحسن ده راجل عايز الحل. انت يا اخينا عاوز مني ايه؟ ها؟ مالك ورايا كده من ساعة ما حطيت رجلي في البلد؟ يا عم انا ماليش في القمار ولا بسكرش، بشرب ينسون وقرفة وشاي. يعني بصراحة كده ما انفعلكش، حل من ورايا بقى. ده انت يا عباس افندي شايل من ناحيتي قوي. هو انا يعني كنت ضربتك على يدك؟ مطار مفتوح اهو، واللي عيجي اهلا وسهلا. بص شوف، اهو قاعد له مطرطق ودان وعينين بحلقة، يتمنى يلاقيني داخل طالع في بيتك ليل نهار، اسكر ولعة ويروح طخخني البلاغ. عاوزني احصل اللي سبقني، قريب العمدة يا سيدي ورئيس مباحث البلد. ايه انت واخدها جد ولا ايه؟ يا جدع فك عن نفسك، محدش مستقصدك، انت اللي نكدي. والله يا شيخ لهديك بهدية معتبرة قوي، حتة قماش بوبلين لقطي تفصلها لك جلابية بدل البدلة اللي انتزمت روحك فيها دي. جلابية؟ جلابية يا معوض يا فلتس؟ على اخر الزمن عايز تلبسني جلابية زيهم يعني؟ يا عم فلتس سيبك منه، حاكم ده طالع فيها قوي، بكرة الزمن يفوت ومناخيره تيجي الارض. مناخيري تيجي الارض؟ معادي خلص كتير، انا مروح. مناخيري تيجي الارض يا بغل يا طب؟ ما مناخيري مش هتيجي الارض ابدا، ولما اشوف بقى يا انا يا انت يا بلد. خلي دي جنبك يمكن تعوزها، ده انت حالتك بقت صعب قوي. النهارده هنروح منتزه، هنعمل حصه رسم. مفهوم؟ مفهوم يا مستر كارتر. عايز نظام، انتباه، مارش.
مالك يا جميلة مساهمة كده؟ انت زعلانة اللي راجعة بناتكم ولا ايه؟ يا بنت زكتة الأجازة جرب. يا باي عليك يا سير، قلبك جامد. طب والنبي انا مهين عليا ابعد عنك طول الأجازة دي وما اشوفكيش. تعالي زوريني في النخيلة. ايه رأيك يا جميلة صحيح؟ تيجي تزوريني؟ ابويا ما يرضاش. انت مش بتقولي ان لكم عام حدانة في النخيلة؟ ايه، لكن ما اقدرش ازورها لوحدي. لازم ابويا او امي يكونوا معايا. يعني مش عايزة تيجي؟ انا لو ليا حد فيكم النحل كنت جيت. مفيش غير راجل صراف اسمه معوض فلتس يقرب لابويا من بعيد. ولا بنزوروش من يوم ابويا ما مات. اشوفك بعد العيد. مصمم تسافر برضه؟ كان املي تقضي الاجازه دي هنا، على الاقل الاقي بني ادم اتكلم معاه. ثم تسافر تقضي العيد مع اهلك. الود ود يا عزيز، لكن بقى الايد قصيره. سفريه زي دي تكلفني 3 جنيه بالميت، والمية كام 3 جنيه؟ ما تبقى اجازه هباء بعيد عنك. اشوف وشك. مع السلامه. بنتي جميلة، الحمد لله على سلامتك يا ضناي. مالك اتغيرت كده؟ احنا والجو بالنبي يا خال. شفت عملت شعرها كيف؟ قصت شعرك يا جميلة؟ لا يما ده معمول طيار. بنات كتير في اسيوط عاملينه جديد. ومالك يا بنتي هستانة كده؟ بنتي يا مريم، ايه فوتي على البورد هتدوس حمام نعمله لها براء. حاضر يا خال. اسمع يا جميل، اطلع على اوضتك اقلعي هدومك وريحي شوي. هجيب شوية رز انقيهم واقعد معاكي تحكي لي على كل اللي شفتيه في المدرسة وفي اسيوط. حاضر يا ام. ازيك يا حليمة؟ نورت بيتك يا معلم.
الاجازه دي؟ اخرس يا بنت، بلا سفر بلا احباب. عمتي وحشاني يوم، نفسي اشوف. قلت لك تلمي يا جميله، مش فايقالك دلوك. طب والنبي لا جايه لابويا ياخدني معاه. بوكي نورت دارك يا جميلة. ده نورك يا ابوي. ابوي. ايوه جميلة. نفسي اقعد عند عمتي في النخيلة يومين العيد. با تلد عليك السفر ولا ايه يا بنت؟ انت لحقت لسه تقعدي في دارك؟ وحياتي عندك يا ابوي، اصلها وحشاني قوي، وكمان مناسبة عيد. يوم العيد اسافر السوق، طب اخدك معايا وافوتك في النخيلة. يخليك رب يا ابوي. مزاتي. وانت منين؟ الماضي. ام الدنيا. عاوز اتكلم معاك يا بنت. تتكلم معاي؟ وحتتكلم معايا فيها حاجات كتير. تيجي؟ وساكن فين؟ في بيت العمدة القديم قبل البلد. كلامك فإنه مظبوط يا خالتي. أهي نفت.
يا بنت في ايه؟ ولا بديعة مصاب؟ انا مش مصدق عيني. قول لي، انت شفت بديعة وهي بترقص؟ الا شفت بديعة. طب وشرفت؟ اول كل شهر كنا بنلم بعضنا انا والشله ونروح على بديعة نسهر هناك لحد الصبح. يا سلام، سهرات ايه ومزيكة ايه ورقص ايه وخمرة ايه وناس ايه، مش كم الفقر بتاعتكوا دي. يا سلام، حرام عليك تفكريني بمصر يا شيخ. وحشتني وبس، ده انا دايب من الشوق دول. طب زي يدك خليك لمصر وبتاع مصر. خد تعالى يا بنت. تعالى بلبسك يا بنت، عاوز اشوف انا في حلم ولا في علم. تعالى بس. يا دهوتي. وده حتة ده بند جاي لنا من البندر يحط على راس مجرون، ده يصح يا رجاله. سيدي عبد الرحيم ناظر البصه ده ولد عكرون، زمانه هيملس على المرمر يا بوي ونغنغ روحه دلوقتي. ده يصح يا رجاله. اطلع يا بنت يا ناس، دي عمايل تتعمل في دار حضرة العمدة. انت يا راجل يا مجنون بتخرب بتقول ايه؟ ناس مين اللي بتتكلم عليها؟ اتلم يا شيخ الغفر وخد رجالتك احسن. الدار ما فيهاش حريم. لا فيه يا عباس افندي. فيها انا حر في بيتي. فضك من الحكاية دي يا عباس افندي قبل الخبر ما يوصل حضرة العمدة وتبقى مصيبة. انت هتهدمني من العمده يا شيخ الغفر؟ طب طز فيكوا في العمده يا سيدي، وروح قول له كمان ومش هفتح الباب اما اشوف هتعملوا ايه. اكسر الشر احسن يا فندي وسيبني اخرج من هنا وهبقى لك يوم تاني. انت خايفه ولا ايه؟ خليكي ما تخرجيش. رسوم ناشفه قوي يا فندي، انا عارفاهم كويس. هيفضلوا يهوهوا كده لحد ما اخرج، وان ما خرجتش هيقطعوا عيشي وهيمسكوا هالي. فضل معاك يا فندي. ضفايرك محلولة ليه يا ناعسة؟ كنت بتسوي ايه جوا؟ جبي تجيل يا نعسة ودماغي عمران والدار قريبة هتيجي. حلال على الافنديات يا به.
حضرة الناظر ما جرسكيش يا به؟ جسد املس على المرمر يا ابوي. يا جرستي مش عباس افندي برضه؟ ايوه يا فندم. انا حسني عبد الوهاب ظابط النقطة. اهلا وسهلا. لو وقتك يسمح لي بكلمتين. اوي اوي. اتفضل نتكلم جوه. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا، اتفضل. العمدة مقدم بلاغ ضدك يا عباس افندي، بيطالبك فيه باخلاء داره، وحيث ان شيخ الغفر وشهود عيان ظبطوه في نص الليل تاني يوم العيد من الايام الفضيلة، وكانت الغازية نعس احداه، وحيث انه الخ. رأيك ايه؟ رايي ان عبد السميع وهدان العمده راجل طماع ومجرم. انا مقدر ظروفك كويس، وعارف ان بينك وبين العمدة حزازات. وشرفك يا حضرة الضابط كل ده من تحت راس البيت. بيت رطب خراب ولا يستاهل نكلة من ال4 ريال اللي بدفعهم له. قوم معايا يا عبد السميع وهدان لصالحكم على بعض دلوقتي. انا اروح له؟ ده راجل جلف ومجرم، مكانه هناك في الغيط ورا الجاموسة، مش عمدة على الناس. يا حضرة الناظر، جايد لي الريال ده كمان. انت لسه بتحط في ريالات يا ابن هلانة؟ مش توفرهم على روحك احسن لك؟ هو الدم هيبقى مية يا حضرة الضابط؟ جايد لي الريال ده يا فندي. هتسمع كلام امك واخوالك وتضيع روحك انت كمان. بقوا كام دلوقتي يا ولد؟ لسه شوية يا فندي. يقطع من قوته ويحوش. عارف ليه؟ عشان يشتري بندقية وياخد طرابوه. البلد كلها عارفة، والقتيل نفسه عارف. السلام عليكم. وساكتين على كده؟ وهنعمل ايه؟ جناية طار وهتحصل زي ما حصلت قبلها ألوف من جنايات الطار، وهروح أسأل وأحقق، وفي أغلب الأحيان ألاقي أهل القتيل هم اللي بيداروا على القاتل عشان ياخدوا طارهم بإيديهم. حلقة مفرغة من الجهل، وفي الآخر تلاقي الكل بيصعب عليه. ما هم معذورين، عايشين في جحور، النور هيجي لهم منين؟ من ساعة ما حطيت رجلي في البلد دي وانا مش طايقها. انا اول ما جيت عملت المستحيل عشان اتنقل، شفعات ورجوات، كنت عامل زي حالاتك كده، لكن اهي الايام بتفوت. انا ليا 6 سنين دلوقتي في البلد دي، عودت نفسي على الرضا عشان الحياة تهون، وشوية شوية بقيت اشوف الحاجات الحلوة جنب الحاجات الوحشة. الواحد مش لازم يسيب عينيه تسرح على الطين والوساخة بس.
الغدا على الغير. هخليني وياهم هناك. حاضر. صباح الخير يا عمتي. يسعد صباحك يا بنتي. مش هنروح يا عمتي ولا ايه؟ يا جميلة عرفاني ما جوز عمتك لو ديري هيموتني. ابوكي قال اخرجي ما فيش. هو انا يعني خارجه رايحه فين؟ ما انت جايه معانا. جايه وياكي فين يا بنت وانا اقدر اخرج؟ النبي يا عمتي عشان خاطري. ده سهير صاحبتي الروح بالروح، وكلنا مع بعض عيش وملح في المدرسه، واديكي كمان هتتعرفي على عمي. استني تزني على وداني يا بنت. والنبي يا عمتي عشان خاطري، ما هو عمي مش جاي قبل الليل، زمانهم مشغولين جو اسمه جايه الدود. طب اقعد استاهل لما نشيع لهم الغدا في الغيط ابقى في رجلي وياكي تشوفي صاحبتك ونرجع طوال. ربنا ما يحرمني منك يا عمي. اهلا بيك يا خيتي. يا دي جميله صاحبتك يا خير. هي دي ودي عمتها اللي مش على جهه بديلها لاجل ما تشوف صاحبتها. ده احنا زيارتك لينا غاليه قوي، من زمان بسمع عليكي ومتشوقه لزيارتك، لكن ما كانش فيه مناسبه. من يوم المرحوم ما عادش فيه صحه واصل. شده وتزول يا خيتي. نحمد ربنا. شرفت النخيله يا جميله. يشرف مقدارك يا خير. سهير بتعزك ياما وتحدثت عنك واصل. هنتحدث سوا ياما وفرق جميله على الدار والجنين. اياكش تعودي. حاضر ياما. ربنا يخليهم لبعض. سهير عادلي وكامله. انا في النخيله يا ولاد، والنبي ما مصدقه نفسي. انا فرحانه قوي. تعالي يا جميله نتحدث. عايزه اطير يا بنت، انما قلبي عمال يدق. جس يا بنت، هيفض من صدري.
ليه يا جميل؟ خفت انا ما تجيش. يا سلام عليك يا سهر وعلى مطر. اسكتي اسكتي، ده انا فضلت ازن على عمتي لغايه ما وصلت وما رضيت اجي الا ومعايا الخدام. شاطره يا بنت، قومي بقى لما افرجك على الاثارات. هنور؟ لا قومي بس. هستنك هناك، اوعي تروحي قبل ما اجي، فاهمه؟ بدي اسهر. اكده يا خليل، خضيتنا. ايه اللي جابك دلوقتي؟ سايب امك لوحديها في الدار، جيت ادور عليك. ايه تدور علي ولا تدور على حاجه تانية؟ ازيك يا جميل؟ منور يا خير. تسلم. اتفرجت على الاثارات؟ شويه حجر ما فهمتش منهم حاجه. ده كان قطر كبير قوي، انا عارف حكايه احكيها لكم. هني كان قطر؟ ايوه، سرايا تيجي فدانين من زمان قوي، قبل ما يسكنوها العفاريت. عاد خوفنا بقى. انا بحكي على اللي عارفه. انت خايفه يا جميله؟ ما تخافوش، انا معاكم. احكي لنا حكايه القصر. كان قصر عالي قوي، كان الملك خفرع حداه بنت جميلة قوي قوي، وكانت كل الملوك تطلب يدها وهو ما يرضاش، كان عاوز يجوزها لواحد ملك صاعد. لكن بنت الملك كانت بتحب واحد من الرعية، وابوها عرف بالحكاية، قام بنى لها القصر ده بعيد قوي برا البلد، وحبسها فيه وحرج عليها الخروج، وكان مالي لها القصر بالجواهر والذهب والاكل وكل اللي تشتهيه. لكن بنت الملك كانت رايدة حبيبها، وكانت تكتب له جوابات على الحجر بمية الذهب. هتضحك علينا؟ جوابات بمية الذهب؟ مش مصدقة؟ اوريكم جواب. تعالوا اقرا لكم الجواب. ده جواب؟ دي عصفورة مرسومة. ايوه يا عبيطة، ما هم جواباتهم كانت تصوير. وبعدين احكي لنا يا خليل، وبنت الملك عملت ايه؟ بنت الملك؟ ايوه، بقت تشاع لحبيبها جوابات، وبعدين هربت معاه وراحوا مملكة تانية. ملكة جميلة مهمومة كده. هعقول ايه؟ تيجي نتكلم عن جريدي؟ ايه اكمل انت بتعرف. حاكم خليل بيتكلم عن جليدي زي اللبلب. فرجها يا خليل قلمك الابانوس. الخواجة كارتر عطاله قلم ابانوس هدية عشان بيتكلم عن جليدي مليح. يا بنتي يا معفرطة، فرجولك دي. وهتعمل ايه دلوقتي بعد ما خلصت مدرسة؟ هتستوظف. هتستوظف ايه؟ ما عرفش. نجيب افندي جوز اختي كان وعدني بوظيفة لما اخد الشهادة، واديني كتبت له مستنظر الرصد. حكيم نجيب افندي جوز اختي مستوظف كبير قوي في اسكندرية. وهتستوظف في اسكندرية؟ ايوه، وراحوا مملكة تانية. لكن دي اسكندرية بعيدة قوي. ايوه بعيدة، انما بلاد بقى والواحد يشوف الدنيا صح. هو انتوا مش حداكم ارض هني؟ ما تقعد تاخد بالك منها. وانا كنت بتعلم عشان اخد بالي من الارض. انا بتعلم عشان اسافر واشتغل في البلاد الكبيرة. مالك مزهمك ده يا جميل؟
عقول ايه؟ تيجوا نلعب استغماية؟ ايوه نلعب استغماية. كلوا بامية. أنا المساك. قلبي 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 وانا ابويا محمد شلبي، ومحمد في الجناي راح يستدلوا حبايب، قولوا ابوك توت توت وانا بحب ورق التوت. وراح مملكتان. مملكتان 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 مملكتان. من عشية وانا رافضة الطريق. تونا واصلين. معلم هناك؟ لا، في النخيل. كان مرادي نتحدث وياه. تتحدثوا فيه يا شعلان. ما تسحموش بده، قولوا لا هتفكروا فيه ولا تخبوش. بدنا نعرف هي سايرة مع مين. انا ما عرفاش، البلد هي هتقول، والمعلم مالوش صالح في حكاوي من دي. صح، نادمي عليها. اسمع يا شعلان، بدكوا تاخدوها معاكم وتعرفوا صالحكم معاها هناك. العدل زينة، قالوها قبلنا، العاقل يشتري صالحه. صح. مريم، بيت يا مريم، قومي ناسك برا، اخوكي وخالك هيسألوا عليكي. هتسيبيهم يستنزروا؟ خالي، اخوي، يا مرحبا. مشتاقين لك قوي يا مريم. هتيجي معانا الاقصر دلوقتي يا مريم. خير يا اخوي، حصل حاجة؟ إذا أنا ناس اتكلموا عليكي ودينا كلمة. أنا ماليش ذنب، حرام عليكم، أنا ماليش ذنب. يا بنت هتتزوج، هتزعطي ليه؟ منك لله، أنت عارفة إني ما بيديش حاجة. منك لله، أنا ماليش ذنب. منك لله، منك لله. خليل يا زهري، ايه اللي جابك دلوقتي؟ لازم اتكلم معاك يا جميل. انا هسافر الصبح. تسافر فين؟ اسكندريه. جواب جوز اختي جه النهارده العصر، بيقول لي اسافر. عايز اقعد معاك يا حبه، اطلع لك. لا يا خليل، اوعى اعمل معروف، خليك عندك، هنزل لك انا.
سيبني يا خليل، اوعى تسيبني، انا في عرضك. ما تبقيش عبيطة النار، ده انت بقيتي في قلبي من جوه ومش هغيب ابدا. واول ما هي تبضها من عرق جبيني حاجكم من نحل واصل واخطبك من ابوكي. هاني بقيت في يدك، اعمل فيا اللي تعمله. انت خايفة يا جميلة؟ لا، بس مش عارفة هصبر ازاي. كل ما تفكري فيا اكتبي لي جواب. عنوان نجيب افندي جوز اختي اهو، اكتبي لي عليه. اكتبي لي كل يوم ولو حته، وانا لو ما هتبعتي لي عنوان هكتب لك على كل حاجه. بتقطعي عليه؟ عنوانك يستحيل انساه، ما تخافش. اهلا وسهلا. يعني ما حدش شافك امبارح؟ والله كسلت يا عز افندي، وكمان ما رحتش البوسطه العصر. بيني وبينك قرفت من دي شغلانه. من حق. جالك طرد امبارح في قطر الساعه 5. طرد ايه؟ دي لازم المجلات اللي كنت طالبها من واحد صاحبي في مصر، قال لي في الجواب انه هيبعتها عليك. ناظر بوسطه وجواباتك تيجي في اليد. بيني وبينك اسهل من التسجيل والشحططه في شنط البوسطه. عن اذنك لقطه كده. السلام عليكم. مع السلامه. لما اروح هبقى اشوفكم على رواقه. اعمل لي كوبايه شاي بدل ما انت واقف مبحلالي كده. مفيش جواب عندك يا بوسطه اللي بيسمع عوضين محروس؟ انت عاوزين محروس؟ لا. وهو ما جاش يستلم ما عليك؟ جاش. يا ده جامد. خد. اسمع، انا خارج اوزع جوابات الكفور، خليك انت هنا. يوي جاب حمة، تعالوا جربوا، تعالوا شوفوا النحل واللي هيجرى فيه. هيبقى ايه؟ دلوقتي هتشوف. تعالوا تعالوا. هيجرى ايه؟ هيجرى ايه؟ شايف يا طور انت وهو النسوين كيف؟ يا بوي وسيدي عبد الرحمن احنا متجوزين غفر. ده مزفر عقله ضاع. كيف النسوين تخلع بلبوس كده؟ دول
لازم مساخيط يا ولد ابوي. مساخيط ايه يا غنمه منك؟ له دي تصاوير زي اللي تبقى في التعليق اللي فيها كتوبه على جدران البندر. تعليق البندر بطوسك كده؟ دي حاجه تانية يا ولد. حاكم عباس افندي ده واعي قوي. دي كلتها نساوين من البندر هو عارفها. بعتين له تصاويرهم واللي هتعجبه هيبعت لها تيجي. صح. النساوين دي هتيجيكم النحل يا ابوي. صح. حاكم من ساعة ما ضيقنا عليه في حكاية ناعس عشية وهو متغير كده. على قد ما قدرت رسمت لك قلب الست جميلة ومن جواها صورة حبيبها خليل أفندي. من ساعة ما رجعت من نخيل وصورتك في قلبي لم تفارقه. مشتاقة لك موت يا حبيبي، وضروري ساعة وصول مكتوب إليك تكتب لي على عنوان الست أم أحمد بشباك بسطتكم النحل. الست أم أحمد دي ولية دلال معروفة قوي في النحل وبتيجي حبايب، ويكون في معلومك يا حبيبي انها هتوصل لي مكتوبك في خير وامان، والسر معها كبير. امال يا خالتي سمعتها جميلة عم تعمل ايه؟ فوق. اما قوم اشوفها على ما تنجي اللي يرد عليه. قومي. جميل، انت مش عايزة تتفرجي على قماشات ام احمد؟ ده انا جايبالك حاجات زين من المنظر. الجواب اهو يا ام احمد، تلاقحي في الصندوق اول ما تنزلي، واول ما يجي رد تجيبه، واوعي تجيبي سير. اعملي معروفه انا فعلت. يا بنتي يا حامد انت لسه ما تعرفينيش، سرك في حبابي عينيا. تعال اسمع. خد الصدر والحق بيه قطر دلوقتي. حاضر. اتفضل. اسمع وما تركبش الحمار. يلا يا باشا انت وهو. يلا يا مقاطيع. يلا. ازيك يا عباس افندي؟ زي الزفت. يلا انا جاي لك. مالك يا عباس؟ بلد مش لاقي فيها بني ادم واحد اتكلم معاه ولا اقول له نكته حتى، حاجه تاثر العمر. يا اخوي ما انت تحت يدك اسرار البلد كلتها، مصالحها وفضايحها في الجوابات اللي رايحه وجايه تحت يدك كل يوم. مصالح وفضايح. اوعى تكون فاكرها جوابات بني ادمين زي اللي احنا عارفينها. انا بتهيألي ان اهل كوم النحل دول مش بني ادمين ابدا. والله يا اخي انا حاسدك على شغلتك دي اللي مقعدك هناك بعيد عن البلد دي وناسها. يا شيخ ما تحكيتهاش، روق. كوم النحل زي غيرها كلتها بلاد متاخره وجاهه. انا كنت عايز اقعد معاك لكن ميعاد القطر جرب. سلام عليكم.
جوابات البني ادمين يا سيدي هي ما تتغيرش. كل واحد منها تعرف صاحبه من شكل الظهر. سلسلة ما بتنتهيش من الجوابات المقرفة رايحة جاية من مصر المحروسة لكم النحل ابني، كم النحل المحطة، من يد ليد بخير وسلام بدوح 144 عاجل عاجل عاجل. تجاوب منهم تلزقوا على قفاه بالخد وتخنقوا في كيس وتحدفوا في القطر، وبعد يومين طلع ردوا على الترابيزه بيصفح عليك. يا بعيد انا عارف ان نهايتي هتكون على ايديكم، تفضلوا تضحكوا بمكر وعبط لغايه ما تدفنوني بالحياه. نفسي اعرف عايشين ازاي، ايه اللي بيدور في راسكم تحت اللبد؟ مصالح، فضايح. يا ولادي وقعتم في ايدي. من هنا ورايح ولا خطوه هتعملوها من غير ما اعرفها. هدخل تحت جلدكم. والله ما هبعتها له، لازم يجي هنا بالسيف فوق راسه عشان ياخد مرته. ليه؟ ملهاش ناس. فضينا المشكل ونهينا الموضوع. رحنا يوم الاربعاء وعينا العين، ملعون خاش الارض. برضه يا عم ركاب الناس في الاخر ما عاد استغناش عن بعض. جابت رزق يبقى السابق، وامك جايه بعد ما هتنفذها. فاطمه اول ما يجيك المطر ادي حساب عمران ويديه بمبة الصباغ، والباقي يزيحوا فيه القارب لما يعدلها الرحمن. سلم على الولد وعلى الحاج التايب بلا كتر كلام. سلم على كل اللي لينا فيهم نايم. واوعي يا فاطمه لما ارجع وابص في وجه الاولاد اعرف يا عمران يا ابن الطاوع ان الجاموسه بتاكل بريالين بغسيل، واني مش ملزومه ادفع الريال. كانت شركه باطل. مالك جوابات النهارده؟ مالك مصاهن عليا يا اخوي؟ ده العشم ما كانش كده. اسمك ايه؟ خدامتك ام احمد. مفيش النهارده يا ام احمد. تعالي بكره يمكن الجواب يكون جه. حاضر اجي بكره. الهي يا رب يخليك وينجيك ويطرح البركه فيك. حبيبتي ونور عيني، إليك قبلات الحارة وأشواقي. معقول الولية الكركوبة دي تستحمل قبلات لسه وحارة كمان؟ أحب أعرفك يا حبيبتي ومهجة فؤادي أن المنع عندي من أسئلة الخطابات خير، وسبب التأخير أني مشغول جدا جدا، وأنا أفكر فيك ليل ونهار. والوظيفة التي كان زوج أختي نجيب فندم كلمني عنها وأنا كلمتك عنها لسه متعطلة شوية، وأنا كنت بلغت اليأس ولم أرد أن أكتب إليك حتى لا تنشغلي علي. ولكن الناس يعرفون نجيب فندم بزهد، اتوسطوا لي في وظيفة أخرى بمصر والسعي لها، وسأستلم الوظيفة باكر بمحبة الله. لذلك أرجو منك يا قرة عيني وحبة قلبي ومهجة فؤادي ألا تكتبي على عنوان في الإسكندرية. فأنا سأسافر اليوم
لأستلم الوظيفة في مصر كما قلت لك، وأنا في غاية الشوق إليك، وعندي كلام كتير سأكتبه لك عندما أستقر في مصر وأستلم الوظيفة هناك، منتظر ردك بفارغ الصبر لأطمئن على وصول جوابي هذا إليك. ومن الآن فصاعد تقدري تكتبي لي على هذا العنوان المعقد: خليل أفندي سعد بشباك بوسطة الفجالة مصر. خليل أفندي سعد. مش ممكن، مش معقول، مسألة فيها سر. كنتش الولية اللي اسمها ام احمد دي عاملة في البلد بوسطجية من ورايا، بتشتغل في البوسطة من الباطن؟ يا بنتي يسعد صباحك يا فندم. ماليش جوابات النهارده؟ اهلا ست ام احمد، جيت في وقتك. ليكي جواب مصور، امضي هنا في السلام. ده انت غالي عليا جو، وحياة شرفك نسيت الختم في الدار. ما ينفعش ابصر؟ معلش النوم، عشان خاطرك بس، اوعى تنسي الختم تاني. ملاك الرحيم خليل أفندي، وصلني مكتوبك ولداني مشتاقة ومتلهفة عليه جو حبيبي خليل، من ساعة ما ودعتك في النخيل أخدت روحي معاك. أعرفك إن قلبي كان عايفوت من الفرح تو ما دريت إنك هتستلم الوظيفة، وبقيت طول الليل أطلب من ربنا يحفظك لي. قرة عين جميلة، أعرفك إن التسكير حضرت عندي في مصر، وأمي فضلت وحدها في النخيل. ويوم الجمعة اللي فاتت زرنا جنينة الحيوانات وشفنا الأسد والنمر والفيل وسهير انبسطت قوي. وكان من عيني يا حبيبي تكوني معنا في مصر أم الدنيا. حبيبي القاسي خليل، أرسل إليك كل يوم مكتوب، ولا ليا شغل إلا التفكير فيك، وأنت ترسل مكتوب كل جمعتين تطلع عيني وأنا مستنظراه. يا هل ترى يا حبيبي نسيت جميلة ولا مصر نسيتك الأحباب؟ إن كنت حبيبي صح لا تقطع مكاتيبك. حياتي ونور عيني، زعلت من الجو على قولك إن مصر بتنسي الأحباب، لكن معلش عندي ليك خبر يسر. إن شاء الله في القريب العاجل أكون طرفكم في كوم النحل، وحين وصولي أتوجه لداركم وأحقق المراد مع الوالد العزيز عمي سلامة. مش مصدقة يا أمه، مش مالكة نفسي. مش تستني عاد اما نشوف ابوكي هيقول ايه؟ يا رب. يا رب. اهلا وسهلا، شرفتوا الدار. الله يشرف مقدرك يا معلم. استريحي انت بس ودي تيجي اتفضل. متشكر. بقى خليل افندي يا سيدي حداه كلام وياك يا معلم. سلام. اهلا وسهلا سي خليل، اتفضل. شكرا. إيه ما تتكلم يا راجل، هتخجل من دلوقتي. طيب اتكلم انا. سي خليل افندي يا سيدي طالب القرب منك، طالب يد المحروسة بنتك. اهلا وسهلا، بس مش نتشرف معرفة سي خليل؟ سي خليل بقى ابن المعلم سعد ابو راغب الله يقدس روحه بتاع النخيل، تلاقيك عارف. هتاخد 3 فدادين طين في النخيل هو واخته، وفوق كده هو مستوظف في مصر
هتقول من خيله؟ ايوه يا معلم، والدتي كانت بدها بتزوركم من الاول، تستأذن عشان اجي اقابل حضرتك، لكن هي تعبانه شويه وما قدرتش تيجي. لا بأس عليها. البركه في عم معوض بقى. ما هو خليل يبقى ولدي برضه، والده الله يقدس روحه يبقى ابن عم والدي لازم. اهلا وسهلا، اهلا وسهلا. اهلا بيك يا معلم، والله هنبقى اهل يا اولاد. حلمك شويه يا فلتس افندي، هتقول ان سي خليل من النخيل؟ ايوه يا معلم، حاكم صاروخ صاحب الجميله الروح بالروح، ومعاه فصل واحد في المدرسه. انت عارف اسمها؟ هي جت عندكم في النخيله؟ ايوه، جت عندنا مره واحده تزور اختي. بقى ده قلت ايه بقى يا معلم؟ بدي اقوم اقضي مصالح في المركز. انا بقول بدري على الموضوع ده يا فلتس افندي، البنت صغيره ومش هجوزها دلوقتي. لكن يا عمي قدام حبه نبقى نتكلم في الموضوع ده تاني لما البنت تخلص تعليمها. لكن ده لسه قدامها كتير في التعليم. طب وماله، احنا ورانا ايه يعني؟ فكر حبه يا معلم سلام، وهنبقى نعاود عليك تاني. كل واحد عارف صالحه يا فلتس افندي، مش هجوزها دلوقتي. اللي تشوفه يا معلم. فوتك بعافيه. مع السلامه. بتقول جت عندكم في النخيله وعرفت اسمها كمان؟ ايوه يا معلم. يا ستار اتفضل. مع السلامه. الراجل كان مسهل في الاول وبعدين غير فكره. يا باي راجل دماغه ناشفه. انا قلت لك من الاول يا خليل مالك ومال النسب دي. جرب يا ولدي بتعمل ايه؟ عايز الراجل يشوفك وانت بتبحلق ايديه. يعني عرفاه واخت صاحبتك الروح بالروح، شفتي كم نوبه هتخلص من وراي، ضيعت شيبتي، حطيتي دم في الواحد، وانا اللي ما كنتش هخليك طلب تخلي سمعتي مطغى في حلاك الناس. يا معلم مش مستعجل عنك تتجوز، مش انت تحفظي عليا وديك النخيله بيدي، مش انت. طيب يا مين يا جميله بنت حليمه، ما انت خالده الرجال واحد مش مدرسه كمان. ابويا ما رضيش يا ام، ابويا ما رضيش. يا مصيبتك يا جميله، يا ويلك، يا بختك الاسود. ما رضيش ليه يا ام؟ هو خليل فيه عيب؟ بنت يا نبيل، فيه يا بنت؟ انا في عرضك يا ام، اسري عليا، ابوس رجلي. عملتيها يا جميله، يا مصيبتك يا حلال، يا فضحتك، يا ويلك يا سواد. انجديني يا ام، خلي ابوي يوافق على خليل. يوافق بعد اللي حصل؟ يغير كلمته؟ ما انت عارفه ابوك، ما انت عارفه ابوك. انا هتجوز جميله، انا هتجوز جميله، وما كانش بخاطر ابوها هيبقى غصب عنه، وانا هسافر وراتب امور على كده، وبكره تشوف. ايوه لازم تشوف لك صفه معاك. حبيبي الآتي خليل، من ساعة سفرك لم يصلني منك جواب، ولا تعلم ما حصل لي. أعرفك إني محبوسة في البيت، ولا بيهنا لي منام بسبب ما حصل. شكلي بقى مفضوح يا خليل، أمي عرفت ووشها اسود. انا لازم النهارده اروح بدري عشان جواب البنت الغلبانه دي يلحق الصدر بتاع 9. المساله دخلت في الجد. من ساعة سفرك وأني راكدة في أوضتي، أحسن عين أبوي توجع علي. يا خليل الحكاية بتزيد وبطني عمالة تكبر، ومصير أبوي يشوفها. لو كنت تشوف لي طريقة أنا في عرضك، لو تاخدني عندك بعيد عن هناك. عايش طول عمري خدمتك وتحت رجليك، أنا ما كنتش قادرة أخبي نفسي أكتر من كده. يا ولادي الايه؟ عملتوها من ورايا؟ لكن امتى حصلت الحكايه دي؟ لكن الواد لما يعرف انها حامل يشوف له صرفه. خد الصدر ده، الحق بيه قطر دلوقتي. ما انا لسه جاي من مشوار اهو، هيجرى ايه يعني لو استنى القطر اللي بعده؟ بقول لك القطر ده
انجر مش الحق. كويس، الجواب هيلحق القطر. لو سيسفت ده ما ركنش في حته. ملالح، رجعت من عندكم وأنا يائس بعد مقابلة والدك العزيز، وتشاء إرادة الهنا أن أجد في انتظار جواب من زوج أختي يطلب مني الحضور لاستلام وظيفة اسكندرية. فرحت بها كثيرا وأسرعت بتسليم عهدتي في مصر. لهذا السبب تأخرت في الكتابة إليك، فأنا لا يمكن يا حبيبتي أن يشغلني عنك شيء. إني أكتب لك هذا الجواب من الاسكندرية بعد أن تسلمت وظيفتي الجديدة. أرجوك يا حبيبتي أن تكتبي لي من الآن فصاعدا على عنوان القديم في اسكندرية بنت عفان. يعني الواد مش في مصر دلوقتي؟ طب والجواب اللي لسه البنت بعتاه؟ أما بخصوص الخطوبة فأعرفك أني سافرت من عندكم وأنا مصمم على الجواز أكثر، فلا يمكن أن أتصور أننا نعيش بدون بعض. وأحب أن أعرفك أني أبحث الآن عن شقة صغيرة تناسبني، وسوف أكتب لك بما استقر رأيي عليه. فلو فضل السيد والدك على عنادي فسوف أرسل لك في بحر أيام لتحضري هنا ونتزوج. فإذا كان هذا الجواب يوافقك أرجو أن تقولي لي هذا في جواب. وفي الختام ألف قبلة من المخلص لك على الدوام، خليل سعد. لا حول ولا قوة إلا بالله. القلوب عند بعضها زي ما يكون الواد حاسس باللي هي فيه. السلام عليكم يا فندم. سلام يا سيدي. هتحط كام المرة دي؟ لا، عايز القرشين اللي حداد. ليه؟ صرفت نظر على البندقية خلاص؟ مالكش صالح يا فندم، أنا عايز 10 جنيه و80 قرش دلوقتي. مش ممكن يا أخ، لازم نبعت للعموم نستأذن عشان المبلغ أكتر من 10 جنيه. مين العموم ده؟ العموم يعني البوسطة العمومية في مصر يا بني آدم. أنا ماليش صالح في العموم، أنا أعطيك أنت الفلوس يدا بيد. فتحي عليه. وبعدين بقى؟ السلام عليكم يا ناظر البسطة. سلام يا سيدي. أنا عاوزك في كلمتين. ما تقول يا سيدي وخلصت. العمدة هيسألك متى هتفضيله البيت. تاني البيت البيت البيت، ما كفايه وجع دماغ بقى. طب والله العظيم 3 يا سيدي، واللي خلق وخلق العمدة بتاعك وخلق ام النحس دي ما انا سايب البيت ده الا بمزاجي. فهمت بقى؟ وتاني مرة مش عايز اشوفك هنا، وبلغ الكلام ده للعمدة بتاعك، وتفضل غور من قدامي بقى. ليه يا ناظر البسطة؟ أنا غور. والله طيب يا عباس افندي. يا شيخ الغفر، ما تشوف لنا صرفة في الدور دي. وانت كمان يلا غور من هنا. أنا ماليش صالح، وسيدي عبد الرحيم لا شكيك لي العمدة. يا شيخ الغفر استني، أنا رايح مع عبد العمدة. يا بي أعوذ بالله. ايه ده؟ انا قلبي كان حاسس ان اليوم ده نحس من اوله. طب والعمل ايه دلوقتي؟ هو ده جواب محكوم عليه بالاعدام، لا يمكن اسلمه وهو مختوم بالشكل ده. وبعدين يا امس كده البنت مش هتعرف ان الواد رجع اسكندريه. تعرف ولا ما تعرف بقى، وهم بيحبوا بعض، يتعذبوا شويه وخلاص. لكن البنت حامل. بكره يبعت لها جواب تاني.
مفيش برضه. يمكن تيجي حاجه في قطر المسا. كتر خيرك ويخليك ليه. اجي بكره بقى. لا حول ولا قوه الا بالله. كان مالك بس يا عيب سوما الحكايه دي؟ حشرت نفسك فيها ازاي؟ على المحطه على طول يا ولد عويضه، انا جاي وراك اهو. عليمه عليمه. نعم يا معلم. كيف حال بنتك دلوقتي؟ اهي راكده فوق لكن احسن شويه. انا مسافر صوت، لو خطت برا البيت خطوه واحده هقطع قبلك ودبرها. عقول يا معلم، النسي خليل شاب مستوظف مليح وابن ناس برضك واحسن من غيره. مش عايز اسمع السيره دي تاني. يهديك ربنا يا معلم. أم أحمد. مين؟ مين؟ أنا جميلة. جميلة؟ أهلا وسهلا. أهلا وسهلا، اتفضل. أهلا وسهلا يا خطوة عزيز. اقعد يا جميل. ما تأخذنيش البيت مكركب، أصل مسافرة بكرة وهغيب شوية. هتغيبي؟ مش كتير جو. عقبالك كده لما افرح بيك انت وسي خليل. عند الفرح بنت عمدة الدلاجري. هقعد حداهم جمعة كتب الكتاب. ايوه بالحال. انت مشغولة على الجوابات. والنبي يا جميلة ما خليت يوم الا ما رحت فيه البوسطة. بصراحة بس ما تزعليش. اني هقول لك عشان تشوفي صالحك. اني خايفة يكون خد على خاطره من مقابلة ابوكي. ومن يومها ما بعتش ولا جواب. جميلة، انت بتعيطي؟ هو حصل حاجة بينكم يا بنت؟ بقى الحكاية كده؟ ما قلتليش ليه من زمان؟ يا قلبك يا قادرة. أنا في عرضك يا أم أحمد، تقولي لي أعمل إيه في وقت دي؟ ما تعيش الهم. أنا هغيب في الفرح جمعة زي ما قلت لك، وأول ما أرجع بالمشيئة كده أخلصك من اللي أنت فيه. جواب سي امي وصل، بس قالوا لي يا ام احمد بقى لها كام يوم ما بتجيش. تعالى يا استاذ سمير، ودي الجواب ده للوليه ام احمد. ام احمد مين؟ الوليه الليونه دي اللي محنيه شعرها وايديها. شايفك بتوصي بيها شويه ام احمد دي يا فندم. ما تخليك بعيد عن وجع الراس وتسيبك من سكه النساوين دول. اسكت خالص، امشي خد الجوابات دي. انا ما وديش جوابات داخل البلد، لا هالي عم تيجي تاخد جواباتك. وانت عارف اللوايح يا حضرة الناصر. انا قاعد بره. يا بكر، وأعرفك يا حبيبتي القاسية علي جدا أني وجدت شقة على البحر، والمنظر من الشباك في غاية الروعة. منتظر مني الجواب بفروغ الصبر لأعرف موعد حضورك. أم يا ترى حصلت حاجة غيرت فكرك فانقطعت جواباتك؟ لهذا تجدينني في غاية الحيرة. أتوسل إليك يا حبيبتي أن ترحميني من العذاب بكلمة واحدة تجعلني أطير من السعادة. هذه الكلمة هي موعد حضورك طرفي لأنتظرك على المحطة في الإسكندرية.
اظن الجواب ده البنت تقدر تفهم منه انه رجع اسكندريه. بس فين الوليه ام احمد؟ قاعد كده ليه؟ خش جوه، خلي بالك لحد ما ارجع. هتروح انت توديها؟ بقول لك خش جوه. ما شفتش ام احمد؟ ما تعرفش ام احمد ساكنه فين؟ أوه. انت يا بنت التوهيه، ما تعرفوش جميله فين؟ ما تعرفوش جميله فين؟ يا ترى انت فين دلوقتي؟ اللي ما انا عارف لك مكان. لا هات ورقه وتعالى يا شيخ الغفر. وانت يا دسوقي خد غفرين معاك وروح اجمع لي محروسه بنت الشيخ مبارك وفرحانه بنت المعلم رضوان هي والبنات اللي كانوا معاهم. ما تيجي يا شيخ الغفر. روح مع دسوقي هيدلك. اكتب البلاغ ده جوام يا شيخ الغفر. بمرور ساعة تاريخه بحر البلد حسب أوامر سعادة البيع المأمور ما أشعر إلا ورأيت صميد عبد العال فراش المكتب، فما كان منه إلا إنه أبلغني إن حضرة ناظر البسطة عباس أفندي حسين اتهجم على البنت محروسة بنت الشيخ مبارك حال تكونها رايحة تشتري مثل جاهز، وإن المذكور أعلاه اتهجم على البنت فرحانة بنت المعلم رضوان بعد صلاة العصر فانسرعت منه وجريت، لا سيما انه كان في الطريق العمومي. وبسؤالهم لم حد منهم رضي يحط منطق خوفا من الجوالة ومن كلام الناس. والجميع مرسلين للمركز افندم عمدتكم النحلة عبد السميع افندي وهداني. هات يا اخويا مبصوم لك. ايه انا اتهجمت عليك يا بنت؟ اتكلمي انت كمان. انا هتجنن والله يا حسن افندي ما اعرفهم ولا اعرف شكلهم ولا اسمهم حتى. كل ده يعملوا فيا عشان خاطر يطلعني من البيت. ايه يا عباس افندي؟ هدي نفسك. قوم يا بنت، ابوك ده. يا ساتر، مين ده؟ عم درويش، انت قاعد معايا، والله فيك الخير. انا يظهر نمت كتير. احنا بقينا الظهر ولسه ما رحتش الوسطى. مش هروح المكتب اشوف الصرف في البلوه دي. لو ما كنتش بوظت الجواب اللي فات كان زمانهم بيكتبوا لبعض دلوقتي، ويمكن كانت البنت راحت له هناك. جيت انا وقطعت الخيط ما بين الاثنين. لو كنت في مصر ما كانش همني، لكن هنا انا خايف للبنت تموت، هيقتلوها. دول همك وانا عارفهم يا درويش. والمصيبه انا مش عارف هي فين او الاقيها ازاي. لو جرى البنت دي حاجه انا المسؤول. لو ماتت انا اللي قتلتها يا درويش. اعمل معروف يا معلم، اعمل معروف ابوس رجلك. جميل جميل.
الملك هربت معاه وراحوا مملكتان 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 مملكتان